الغرور والثقة في النفس. في ناس بتلخبط الغرور على ان هو ثقة في النفس. انا جايب لكم 3 قصص من القرآن هيوروك يعني ايه واحد مغرور ويعني ايه واحد واثق في نفسه، وازاي المواقف بتبين اذا كنت انت واثق في نفسك ولا انت مجرد مغرور وبتقول اي كلام. طيب هنبتدي بقصة سيدنا يوسف وهو في السجن. فسر الحلم بتاع الملك، فالملك قال ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. طيب هل سيدنا يوسف طلع قال يلا بينا انا ما صدقت اطلع من السجن ده ومش عارف؟ قال لا، راح سائل على الستات اللي قطعوا ايديهم اللي دخلوه السجن. فليه؟ عشان عاوز يثبت براءته، دي اهم حاجه. انا دلوقتي انا مش هطلع كده وخلاص، انا دخلت ظلم فمن حقي ان انا اخد براءتي. طيب هل ده ثقه في النفس؟ طبعا مش غرور، ثقه في النفس، مع انه مسجون ومش عارف ايه. ليه؟ بس هو عارف ان هو عنده علم والعلم ده مهم والناس عاوزاه، فانا واثق في نفسي ان انا عندي حاجه اقدمها فبسال على حاجه حقي كمان. طيب زاد على ده يعني ايه؟ علّ عليه اول ما طلع. ليه؟ اول حاجه قالها للملك ايه؟ خليني انا امسك الخزائن. طب كويس قوي. لو وقفنا الصوره هنا، يعني تعال نشوف السي في بتاع سيدنا يوسف. تعال في اللقطه دي، انت كنت فين؟ انا كنت في السجن. طب قبليها اكيد كنت بتعمل، كنت دكتور؟ كنت لا والله انا كنت شغال في بيت العزيز بعمل اكل وبجيب خضار وبمانج البيت يعني. طب قبليها انت كنت من عيله؟ لا والله انا كنت بتباع في سوق الرقيق، يعني انا ما كنتش من عيله ولا اي حاجه. وازيد لك من الشعر بيت، انا اصلا مش بقى مواطن عندكم من مصر، اصلا انا من حته تانية ومش عارف ارجع بيتنا. ايه؟ طيب تخيل ده السي في بتاعك، بس هو عنده ثقه في نفسه. هل ده كان غرور ان هو يطلب ان هو يبقى ماسك خزائن مصر؟ طب انا هقول لك لا، ان هو مش غرور. ليه؟ لان هو لو رجعت بكل الزمن بتاعه، اما اتباع في الرقيق هو اتعلم السليفز العبيد بيتعاملوا ازاي، وما دخل بيت العزيز اتعلم الوركينج كلاس، الناس اللي بتشتغل بتتكلم في ايه وعندها مشاكل عامله ازاي، وبيروح السوق وبيتعامل مع الناس. وما كان بيرجع البيت كان بيلاقي مين؟ السياسيين والناس اللي بتحكم البلد بيتكلموا في حلول البلد، فتعلم برضه. وبعد كده اما دخل السجن اتعلم من ايه؟ من المجرمين بيعملوا الاجرام ليه وايه المشكله بتاعتهم ومش عارف ايه. فهو عدى على كل ده قبل ما يوصل. بس الفكره ان هي باينه ازاي. فهو عارف مدى قوته وعارف ان هو واثق انه هيعرف يعمل حاجه، فعشان كده اتكلم. ده اسمه كلام عن ثقه. الراجل اتكلم عشان عنده حاجه يقدر يقدمها. طيب بعد كده نخش على قصه مين؟ ذو القرنين. ذو القرنين عمل يعني فعلا حاجه جديده. ليه؟ لان في سوره الكهف هو عمل 3 رحلات، او بالنسبه لنا احنا 3 ستوبس كده. اول ستوب دخل على قريه، القريه دي قال لهم ايه؟ اما من ظلم، اللي هيظلم اوكي هنعذبه ثم يرد الى ربه. طب كويس، حلو قوي. واللي ما ظلمش هنقول له من امرنا يسرا. دي الطريقه اللي هو كبني ادم هيمانج بيها مدينه عدى عليها. طب حلو قوي. راح بعديها مدينه تانية على طول، اتبع سببا راح مدينه تانية. المدينه التانية الناس كان مفيش ما بينهم وما بين الشمس سترة. يعني ايه؟ يعني الناس دي لسه ما بتعملش بيوت، الناس دي ما عندهاش اي نوع من انواع الحضاره، الناس دي لسه مفيش. طب عمل لهم حاجه؟ لا، مشي. طب ليه ما عملش نفس اللي عمله قبل كده؟ اسس لهم ومش عارف ايه؟ لا، لان مش طول الوقت بتعمل نفس الحاجه. وهتفهمها من القصه من الجزء الثالث. الجزء الثالث لما دخل على قريه قالوا يكادوا يفقهون قولا. يكادوا يفقهون قولا يعني مش عارفين اللغه، مش ما بيعرفوش يتكلموا، لان الجمله اللي بعديها قالوا اوكي هم ممكن بعيد قوي فمش عارفين يقولوا نفس اللغه بتاعته. بس قالوا له ايه؟ ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. طب كويس قوي. هو هنا كقائد عنده حلول. ايه الحلول؟ اروح احارب ياجوج وماجوج، ده اوبشن. الاوبشن الثاني ان انا مش عاوز حروب وعاوز لسه ورايا حاجات، لان الحرب دي مش هتخلص، دول ياجوج وماجوج ومفسدون في الارض. فراح عامل ايه؟ هنعمل سد. هل بقى عمل لهم السد ومشي؟ يعني ايه انا هعمل السد واخلع وهم بقى كل شويه يا ذي القرنين والله السد حصل فيه شرخ، بص هوريها لك على الواتساب. لا، هو قعد معاهم قال لهم ايه؟ اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. يعني ايه؟ مع بعض يا باشا، انا بعلمك انت بتعمل ايه. ليه؟ عشان انا لما امشي تعرف انت تكمل. ودي الحكمه، ان هو غير طريقته من اول مدينه لتاني مدينه لتالت مدينه بثقه ان هو بيعمل اللي مظبوط في الموقف ده. وهنا هي دي الثقه مش العجرفه. ما دخلش حارب ياجوج وماجوج ولا انا اقدر. فهمتني؟ طيب نخش على القصه الثالثه، قصه سيدنا سليمان. سيدنا سليمان انا يعني بصراحه ممكن اقعد اتكلم فيه ساعتين لوحده. بس ده تخيل ان الجن بيخاف منه. يعني ده عشان افهمك مدى قوته. الراجل ده خد قوه تخليه مغرور 1,000,000%. طيب تخيل ان انت كنت فاتح تليفونك
رحت بعت رساله لواحد قلت له بقول لك ايه، انا عاوزك تيجي تشتغل سواق عندي على العربيه السماوي. رحت دايس سند، بعديها بدقيقه لقيت الباب بيخبط، اتنين ببدل وطوال وبتاع، تعالى معانا. خدوك طلعوك في عربيه بتطير، وبعد كده راحوا واخدينك على قصر. القصر ده انت ما شفتش زيه قبل كده. وقفت فواحد بيقول لك انت بعت لي ان انا اشتغل عندك سواق، وجبنا لك العربيه السماوي بتاعتك، فانت يعني مش مستاهله تتمنظر عليا يعني قوي كده، حرام. لا بص انا هفهمك هنا، دي منظره، هوريك بقى اللي مش منظره وليه هي مش منظره. ملكه سبأ بعتت اسمه ايه ده، لسيدنا سليمان فلوس ومش عارف ايه ومجوهرات والكلام ده. بالنسبه له دي ولا حاجه، انا مش بدعيكي انا مش عاوز منك فلوس، انا عاوز ادعيكي للدين، انا عاوز ادعيكي للصح. طيب فقال لهم ايه، هاتولي العرش بتاعها زي العربيه عشان يتمنظر عليها. لا، ليه؟ لانها لما جت ما قالهاش هو ده العرش بتاعك، لا هو ما قالش، هو ما قالش قال اللي في القران، قيل يعني حد قال، ما هو في حاشيه في ناس هو يعني، فقيل قالت ايه كانه هو. هو بالنسبه له دي الملكه بتاعت الناس دي كلها. فانا لو عاوز افويد الحرب، مش عاوز احارب، هعمل ايه؟ لو اقنعتها هقنعهم كلهم، بس من غير ما اتغر عليها. في السياسه لما رئيسين هيتقابلوا، واحد عاوز ينفذ كلامه بيعمل ايه؟ بيوريه ان انا اقوى منك بكتير جدا، يا باشا نفذ وخلاص، انا اقوى منك بكتير. طيب فهو كان بيوريها ده ازاي؟ قال لها اتفضلي، بس ما عملهاش اي حاجه، ما قالهاش ده وده وده. اول ما خلاها يعني لسه هيخشوا على القصر والحته دي، انت ده اللي مكتوب، الارض كانت شفافه وتحتيها ميه، فهي بالنسبه لها شايفه ميه مش شايفه الارض. دي بالنسبه لنا احنا في الزمن بتاعنا شفناها قبل كده، يعني ايه ارض شفافه، ولو طفل بيقع بيحس ان هو هيقع وتقدر تشوفها. طيب فهي بالنسبه لها كشفت عن ساقيها. الملوك الملكات مش هي اللي بتشيل الدرس، عمرها ما هي اللي بترفعه، لازم بيبقى في خادمه ترفعه لها. ده اسمه هيوميليتي، انا بربيكي بس باحترام، من غير ما اقول لك اي حاجه، انا موديكي في حته انت عمرك ما شفتي حاجه زي كده. لان كان الجن هو اللي بيبني لسيدنا سليمان، ساعتها هو ما اتغرش عليها. طيب هفهمك بقى، بالنسبه له هي طبعا امنت وخلاص والكلام ده كله، فهو ما كانش مغرور عليها. تعالوا نشوف فرعون بيقول ايه، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. شايف الفرق في الكلام؟ انا ليا ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، شايف الغرور؟ طيب اما بيقول وهو شاكك اساسا ان موسى يكون رسول، ده بجد ليه؟ لان هو بيقول ايه، بيقول لهامان اوقد لي النار لعلي اطلع لاله موسى، واظن ان هو كذاب، يعني هو بيظن ما قالش وانا متاكد. ودي كانت حاجه غريبه، لان هو حتى فرعون وهو جاي يموت بيقول ايه، امنت برب موسى وهارون واني من المسلمين اصلا. يعني ده هو قبل ما يموت، دي مكتوبه في القران مرتين بس عشان في ناس ايه ما تعرفهاش. اوكي، فده في غرور. هامان القائد العسكري بتاعه طبعا في غرور. تيجي تشوف اسمه ايه ده، قارون ومال قارون، اتفرج على قصته في غرور. اتفرج على في فرق ما بين ان انت عارف ان القوه دي مش بتاعتك، اوكي، وان انت موكل بيها، وان انت لو عاوز تقول انا واثق من نفسي لازم يكون عندك حاجه تتسند عليها. مش بقول لك شهاده، بس بقول لك ان انت داخل على حاجه عارف انت هتعمل ايه. انا عاوز اعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وعارف ليه، ساعتها اتكلم واقول انا حق ان انا اعمل ده، وان انا اساعد، وان انا. ده الفرق ما بين الغرور وان انت تكون عندك ثقه في النفس وفي معلوماتك اللي انت ذاكرتها واللي انت عارف هي جت منين والكلام ده كله. بس